عارف المسلمين دايما بيحبوا يتفاخروا إنهم بيغسلوا طيازهم وبيفتكروا إن ده بيخليهم أحسن منك، زي الست دي. بحس في الآخر الموضوع كله بيتلخص في مين بيغسل طيزه بعد ما يخري. هو ده الموضوع، مش عن بناء ناطحات سحاب ولا السفر للقمر ولا اختراع حاجات جديدة زي الإنترنت أو الذكاء الاصطناعي، لكن لا، الموضوع مش عن أي حاجة من دي. كل الموضوع في الآخر بيتلخص في إنك تغسل طيزك. أنا هسأل، إيه الفايدة من كده؟ حتى طيزي وهي مش مغسولة شكلها هيبقى أحسن من وشك البايخ. ولو كنت تتكلم عن الصوماليين وإننا قراصنة ونصابين وحاجات تانية زي كده، وكمان ده جزء من الحل. على الأقل إحنا بنغسل طيازنا بعد ما نخري. هو ده الموضوع كله في الآخر. يعني في النهاية لو أنت مش بتغسل نفسك ما تتكلمش معايا، ما تجيبليش الكلام ده، يعني فعلا لا. طيب بص على ده، واحدة تانية مش عارف إذا كانت صومالية، واحدة مسلمة تانية في أمريكا، بتشتكي إن العمال دايما بيشيلوا زجاجات البلاستيك من الحمام العام اللي هي بتستخدمه عادة. فده كمان رسالة لكل الكفار غير المسلمين، كل ما تشوف زجاجة بلاستيك في حمام عام اعرف إن في مسلم سايبها لنفسه أو لمسلم تاني، عشان هم بيحبوا يغسلوا طيازهم. يا أخي أكتر حاجة بتضايقني أو بتزعجني أو بتخليني متضايقة بشكل عام من معاناة إني أكون مسلمة. بجد بجد لما تخبي زجاجة مية فاضية في المطاعم، خصوصا في مكان شغلك. مش عارفة لو في ناس تانية بتخبي في أماكن تانية، بس الصيانة بتقول إن دي زبالة عشان دي خطر. يا مخلوق مقرف، محدش عايز المية تنقط من مكانك الوحش وتقعد على قاعدة التواليت. محدش عايز كده حتى لو مسحتها بمناديل، وانا متأكد انكم مش بتعملوا كده اصلا لانكم مش فارق معاكم حد غير نفسكم. انت فاكر ان دي مية نظيفة؟ محدش عايز يشوف كده، ده مقرف. تاني، الثقافات ما ينفعش تندمج يا جماعة، احنا مش عايزينهم. وده سبب تاني اننا مش عايزينهم، عادي جدا احنا مش عايزينهم. رحلوهم لمجرد السبب ده لوحده ومعاه مليون سبب تاني. اطردوهم. يا أخويا ده مش زبالة. دي زبالة. عارفة دي زبالة وأنا هرميها في الزبالة. دلوقتي اللي احنا بنشوفه زبالة احنا عارفين انكم مش بتشوفوه زبالة. الزبالة بتاعتنا هي الكنز بتاعكم. لا قدر الله بنت عايزة تمارس دينها. روح مرسي في بلدك اللي زبالي من العالم الثالث. لا قدر الله. البنت بس عايزة تنظف طيزها. لا، انا مش فارق معايا مؤخرتك وسخة ولا نظيفة، احنا مش مهتمين ومش عايزين نفكر في مؤخرتك اصلا. أيوة. إيه ده؟ إيه ده؟ انا متأكد حتى لما بتكون نظيفة محدش عايز يلمسها. أيوة. إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ ايه ده؟ احنا مش عايزين ده. في حد تاني عايز يعمل كده؟ الموضوع هنا صعب بجد، فاهمين قصدي؟ الصيانة، سيبوا إزازة المية في حالها. لا، روح لخرابتك القذرة، مش عايزينهم. يا جماعة في سبب تاني، رحلوا الناس دي وبصوا على ده. ليه الناس مستحملة كده؟ شوفوا كده يا جماعة، بصوا على ده. ليه الناس مستحملة كده؟ بصوا على الست دي. صباح الخير يا نيويورك، كله يقول عيد مبارك على 3. واحد. أنا فعلا أتمنى الناس ما يقولوش عيد مبارك، فعلا أتمنى كده، بس دي نيويورك، عمرك ما تعرف. ممكن يكون في ناس كتير الوكيين ممكن يقولوا يا عيد مبارك، في الآخر انتخبوا ممداني. 2 3. عيد مبارك. شكرا. انت قلتها. بظن حتى صاحبتها ما قالتهاش. انت قلتها. ليه هم بيبالغوا كده؟ ليه هم ما يتطقوش كده؟ هم ما يتطقوش يا جماعة، بصوا كده. بصوا على المغربي ده، فين ده في أمريكا؟ مش عارف، يلا نشوف. السلام عليكم يا بات كنا سامعيني شوفوا هذا بوركي ريش كان قادر نجوريكم ورا كويس ما كانش قادر نجوريكم كويس يا رئيس زموين اشي. يا إلهي، المسلم ده، المسلم المغربي ده بيقول لرجالة تانيين، مش بس مسلمين تانيين، بيقول لرجالة تانيين إزاي يلبسوا حريمهم. حريمهم هم شايفينها كده، الستات بالنسبة لهم مجرد ملكية، بيعاملوهم كأنهم ملكية، واليسار بيدعم الناس دي. موين كان ادوري دي باي غيالو رانقول كاش ريال صافي. احنا بناخدها كحد ادنى،
هو بيقول إنك لازم تربط الجزء اللي سايب كمان عشان ما يطيرش مع الهوا، وساعتها ممكن حد يشوف كحيلها. وعارفين دي أكبر مشكلة، يعني دي مشكلة كبيرة جدا يا جماعة. دي مشكلة كبيرة، لأن لما الرجالة المسلمين يشوفوا كواحل الستات التانية بيفقدوا السيطرة على نفسهم. ما عنديش فكرة انت بتتكلم عن ايه. ايه؟ يا رب. هو حرفيا بيقولك ازاي تلبس الستات، ازاي تلبس الستات اللي عندك. انا مش فارق معاه الموضوع، انا بس عايز اتعايش معاه. انت عارف خليه مقاوم للرياح. عالم إسلامي أبو إبراهيم في كندا. جيل زد من المسلمين مش بيخجلوا من الشريعة، وده حقيقي. الجيل التاني والتالت من المسلمين اللي اتولدوا في الغرب هم أكثر تطرفاً وتشدداً من أهليهم. شوف كده، اسمع كده. فحاجة كويسة في جيل زد إننا شايفين نوع من العودة لأسلوب أكتر، مش عارف أوصفه بإيه، بس زي المحافظ أو التقليدي. مش عايز أستخدم مصطلحات معقدة أو كتلخبطك، بجد بس إحنا مش خجلانين من حقيقة إن الحجاب فرض. عارف إحنا مش خجلانين من الشريعة، ولا من زواج الأطفال، ولا من ثقافة الشرف. إحنا مش خجلانين من ده، ومش خجلانين إننا جهاديين، ومش خجلانين نقول لليهود والمسيحيين إنهم حيوانات مزعجة وإنهم أسوأ المخلوقات. إحنا مش خجلانين من ده. والناس بدأوا يتفتحوا لفكرة إن الإسلام يا إلهي، بص للراجل ده يا أخي، رحل بس علشان هو قلل من متوسط معايير الجمال في البلد من ناحية الشكل. ممكن يكون ضد الليبرالية، ممكن يكون ضد العلمانية، ممكن يكون ضد الديمقراطية. أيوة، المكتبة المحلية، نوعية الكتب اللي كانوا بيبيعوها قبل أحداث 11 من سبتمبر. إحنا ما بقيناش نشوف الكتب دي في المكتبات، خلاص ما بقيناش نشوفها. ما بقيناش نشوف الكاسيتات ولا شرايط الفيديو ولا نوعية العلماء اللي كنا بنشوفهم زمان. عارف، الناس كانت تعرف سيد قطب، الناس كانت تعرف محمد قطب، وأظن حتى عبد الله عزام الناس كانت تعرفهم. يعني أنا فاكر بعد أحداث 11 من سبتمبر على طول بعض المساجد اضطرت تشيل فيديوهات وكاسيتات لخطب قديمة كان في ناس جم وألقوها. يا سلام يا رب، خدت بالك من ده؟ فهمت أهمية الموضوع ده؟ هو بيقول قبل 11 من سبتمبر كانوا مضطرين يعملوا كده، يعني بعد 11 من سبتمبر كانوا مضطرين يخبوا الكتب الجهادية عشان كانوا خايفين إنه ال FBI وكل أجهزة مكافحة الإرهاب هتشدد عليهم. لكن دلوقتي مش محتاجين يخبوا الحاجات دي. شايف؟ الدنيا مقلوبة. عشان كده بنقول بعد 25 سنة بس من لما المسلمين قتلوا 3000 من سكان نيويورك، نفس الناس دول انتخبوا عمدة مسلم. الدنيا مقلوبة يا جماعة. لما بتكلم مع جيل زد عن الخلافة عنيهم بتنور. الخلافة هي نظام، الخلافة عنيهم بتنور. بيبقوا زي أيوة، إمتى هيكون عندنا خلافة في أمريكا؟ ياي! محدش قال لي عن الموضوع ده قبل كده. ده شيء مذهل. الإسلام عنده حضارة، الإسلام عنده كرامة. المفهوم ده يعني فكرة إن قوة الله الكاملة هي السيادة. إحنا ناس سياسيين، إحنا ناس جهاديين عايزين يسيطروا على العالم وعايزين يفرضوا قيمهم القديمة علينا كلنا، وبيسموا ده حضارة. أيوة. شايفين عالم عادل وأخلاقي. لا، اللي بتسميه كده إحنا عندنا تعريفات مختلفة تماما للعدل والأخلاق. إحنا ناس عايزين نشوف الإسلام يرجع لقوته. وعارف إحنا مش أي كلمة مناسبة، مش مكبوتين في فهم الإسلام سياسياً زي الأجيال الأكبر اللي ممكن يتضايقوا لما تتكلم عن الخلافة. عارف لما بدأت أدخل في مجال الدعوة اتقال لي طبعاً إني أتعامل مع الناس دي. الدعوة معناها التبشير أو نشر الدين، فهم كانوا بينشروا الإسلام بشكل نشط، مش بس لغير المسلمين لكن كمان للمسلمين اللي عايشين في الغرب، لأنهم أكبر رصيد ليهم. هم عارفين إنه لو قدروا يحتفظوا بالشباب المسلمين في الغرب ويخلوهم أكثر التزاما بالإسلام ويخلوهم مسلمين ملتزمين، ده هيكون مكسب كبير ليهم. ده هيساعدهم يوقعوا حكومات الغرب. ده هدفهم، ده فعلا هدفهم. أنا مش شايف إنهم هينجحوا لأنهم ببساطة مش عندهم العدد الكافي. أنا مش شايف كده، بس هم هيقدروا يسببوا
معاناة وأذى كبير للدول الغربية دي. طرح المفاهيم بحكمة زي ما المفروض، مش بقلل من ده، بس لقيت إن مع جيل زاد في تقبل أعلى بكتير للمصطلحات والتعبيرات دي، وده بالظبط كان أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم مع الصحابة، وده نفس الأسلوب اللي كان بيتكلم بيه مع قريش. هو كان بيتكلم عن الإسلام بطريقة شدت خيالهم. عارف، اتبعوني وهتحكموا في فارس والروم. هو ده الهدف يا جماعة، الحكم والإطاحة. هو ده اللي جايين عشانه، واليسار الغبي بيبوس التعبان. عارف، اتبعني وهتحكم في العرب وغير العرب كمان. مين بيتكلم كده النهاردة؟ مين فعلا بيشعل خيال المسلمين؟ مين مش بيتكسف يتكلم بجرأة عن عظمة الإسلام؟ هم جريئين، هم وقحين، بيقولوا لك هيعملوا فيك ايه. دي المرة الوحيدة في التاريخ أظن أنا قلت كده قبل كده. أدولف هتلر ما كانش يقدر يتخيل كده، حتى في أكتر أحلامه طموحا ما كانش يقدر يتخيل إنه هيقدر يبعت ناس للولايات المتحدة وهناك الناس يقدروا يقولوا الكلام ده علني. انت عارف ايه، احنا نازيين واحنا هنسيطر على أمريكا يوم من الأيام، واحنا بنخطط وهم بيزودوا أعدادهم واحدة واحدة. أدولف هتلر كان هيقول لا 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 الشيوعيين، لا لا لا، ما ينفعش نعلن ده، ما ينفعش نذيع طموحاتنا أو خططنا. بس يمكن دي المرة الوحيدة في التاريخ اللي الغرب بيسمح لهم يعلنوا عن طموحاتهم وأهدافهم، ولسبب ما إحنا مش قادرين نعمل أي حاجة بخصوص ده. الدعوة بتاعتهم كانت شكل من أشكال النشاط السياسي، واللي نتج عنها تأسيس دولة إسلامية. في حاجات لازم تتقال عن اللي لازم يحصل في غزة. احتلال، لازم يكون كده بصراحة. إسرائيل عملت شغل كويس جدا في تسويتها بالأرض. في احتلال ولازم الاحتلال ده يتشال، وده مش هيحصل بتوزيع المصاصات، لازم يكون في فعل. أيوة، ده مش هيحصل، وعشان كده إسرائيل فاهمة ده. انتوا مش هتدوهم مصاصات، انتوا لعبتوا ورقتكم في 7 أكتوبر. والله أنا بحب إسرائيل، ده السبب اللي بيخليني أحب إسرائيل يا جماعة، أنا بحبها. برافو يا إسرائيل، يستحقوا القتال عشانه. هم الناس الوحيدين في العالم الغربي اللي بيعرفوا يدافعوا عن نفسهم، شافوا اللي بيحصل. ما تترجاش. كنت هقول الرقبة، بس هقول ما ترفعش رجلك من على الدواسة، ما تخسرش الزخم بتاعك، استمر في المقاومة. الناس دي هيذبحوك وانت حي، هيصوروا اللي هيعملوه وهيوروه للعالم كله. ما تسيبهمش يدخلوا، ما تدهمش فرصة، ما تدهمش حتى شبر. الغرب بيديهم شبر ورا شبر، الغرب بيضيع نفسه. بس الموضوع مش هيستمر كده على طول، في الآخر هيقوم ناس ويقولوا لأ، كفاية كده. وكل الناس دي، كل الناس اللي عندهم ثقة زايدة وجرأة هيترجعوا. أنا مستني اليوم ده، هما مش هينجحوا. الجيش اللي هيدخل عشان يخلص على الاحتلال. وحتى النهارده صح، يعني قرن كامل من الشغل اتعمل. الحركات الإسلامية في القرن اللي فات، حزب التحرير، الإخوان، الجماعة الإسلامية، جماعة التبليغ. بس لازم يكون موقف أي حركة هو إن إحنا اللي بنبني الجدول الزمني ده. حزب التحرير هو HT، وجماعة التبليغ هي JT، وجمعية كذا. انت ما ذكرتش الإخوان المسلمين MB. إحنا بناخدهم كمشروع جدي، أيوة، احنا ما عندناش النظرة دي اللي هي زي يعني إحنا هنعمل اللي علينا وفي يوم من الأيام صلاح الدين هيجي ويكمل الشغل. لا، احنا عندنا صلاح الدين، هم اللي مستنيين صلاح الدين. إحنا لازم ناخد موضوع إنهاء الشغل بجدية، لأننا عارفين إنه ممكن. لا لا، دي نقطة رائعة جدا، أنا متفق 100%. يعني أنا كنت جزء من تقريبا كل الحركات اللي حضرتك ذكرتها، أنا كنت جزء منها. ف... ما شاء الله، ما شاء هم بيتكلموا بصراحة يا جماعة عن اللي ناويين يعملوه، هم بيعلنوا أهدافهم وطموحاتهم على الملأ، واليسار بيغطي عليهم. ولسبب ما مؤسساتنا مش قادرة توقف ده، لسبب ما. عندي إحساس إن المؤسسات بتتطور والقوانين بتتطور، وهيجي وقت هيكون في حركات سياسية جديدة هتقول لأ كفاية كده. ده هيحصل.